توجيهات مع سماحة المفتي. أن العبد يجب أن يسعى فيما ينقذ نفسه من النار وفيما يصلحها ويزكيها ويرفع شأنها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. توجيهات مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. إعداد جمعان بن ناصر الجمعان. تقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي توجيهات مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله. في هذا البرنامج نختار لكم كلمات وتوجيهات قالها سماحته في مناسبات وموضوعات متعددة. أهلا بكم إلى هذه الحلقة وموضوعها محاسبة النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محاسبة العبد نفسه مطلوبة دائما وأبدا. هذه المحاسبة تكون سببا لاستقامته على الطاعة وثباته على الحق. إذا كان الإنسان يحاسب نفسه يحاسبها عن الألفاظ التي تكلم بها، هل كلامه هذا في خير وعز للإسلام؟ هل كلامه حسنات تكتب له أم كلامه سيئات تكتب عليه؟ هل أعماله التي عملها في مرضاة الله أم أعمال تبعده عن الله؟ والله جل وعلا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأنت عامل وستلاقي الله، فانظر بماذا تلاقي الله. هل تلاقي الله إن شاء الله بأعمال صالحة وتوبة نصوح وخيرات سابقت إليها وتقوى تزودت بها من حياتك لآخرتك؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أم أنت عملت أعمالا سيئة وفارقت الدنيا وقد تحملت الأوزار والآثام فندمت يوم لا ينفع الندم؟ يا أخي، إن أعمالنا محصاة علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالأعمال والأقوال مسجلة، وسيعطى كل منا كتابا يحتوي على كل أعماله خيرها وشرها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. توجيهات مع سماحة المفتي. حين تتردد على مسامعنا الدعوة إلى محاسبة النفس يرد السؤال: كيف تكون المحاسبة؟ سماحة الشيخ عبد العزيز يجيب: محاسبة النفس مطلوبة منا، ولو كنا دائما نراقب أنفسنا ونلاحظ أعمالنا. هذا اليوم الذي مضى ماذا استفدت منه؟ هل قدمت فيه عملا صالح؟ هل حافظت على الفرائض في الوقت بكمال أركانها وواجباتها؟ هل قلت قولا أنتفع به فيه ذكر لله وتعظيم لأوامره؟ هل تصدقت صدقة أرجو برها ونفعها؟ هل دعوت ضالا؟ وهل سعيت في حاجة مسلم؟ كل هذه الأمور يجب أن تكون نصب أعيننا دائما. فلو كنا كل يوم أو كل شهر نحاسب أنفسنا فإنا على خير، نسأل الله أن نوفق لذلك. توجيهات مع سماحة المفتي. ويواصل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله حديثه حول محاسبة النفس، موردا قصة ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب. رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوما يسبحون ويكبرون، يجتمعون حلقة حلقة
ويأتون بالحصى فيقولون سبحوا 10 كبروا 10 حمدوا 10. فقال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلى وآنيته لم تنكسر، عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا. فالحسنات لا تضيع عند الله مدخرة، لكن المصيبة السيئات التي نعملها وننساها ونتناساها ولا ننتبه إلا ونحن في عسكر الأموات. فيا إخواني لنتق الله في أنفسنا ولنحاسب أنفسنا ولننظر في أيامنا هل انقضت في خير أم لا. في الحديث إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. توجيهات مع سماحة المفتي. وهنا سؤال يرد عند الحديث عن هذا الموضوع: هل لمحاسبة النفس أوقات محددة كبداية العام مثلا؟ لا شك أنا قلنا في كل وقت لكل يوم كل شهر، لكن عند العام إذا فكرت في هذا العام ونظرت إليه قبل خروجه، ما هي المظالم التي صدرت منك على العباد؟ ما هي المعاصي التي عصيت بها ربك؟ ما هي الواجبات التي ضعفت في أدائها؟ ما هي الفرائض التي قصرت فيها؟ ما هي لو كنا كذلك لأصبحنا على خير، ولكن كما قال الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فأحصاه الله علينا ونحن ننسى ونتناسى، ولكن نسأل الله إذ ستر علينا في الدنيا عيوبنا أن يسترها علينا يوم لقاه، وأن يمن علينا بتوبة نصوح ندارك بها ما حصل منا من تقصير وإساءة. توجيهات مع سماحة المفتي. وقد نقلت الأقوال والأفعال عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب محاسبة النفس. يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض على الله يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. فمحاسبة الإنسان نفسه نعمة من الله عليه، لأن اعترافه بخطئه وإقراره بجرمه هذا في الأصل نعمة، لأن من اعترف بالخطأ وأقر بالذنب يرجى له التوبة. وفي حديث الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي. لكن المصيبة أن ينسى الإنسان الذنب وينسى الخطأ وما كأن شيئا كان. هذا هو المصيبة، نسيان الذنوب وجهلها حتى يستمر الإنسان فيها فيقع في البلاء من حيث لا يشعر. توجيهات مع سماحة المفتي. وحول شكر النعمة وعلاقتها بمحاسبة النفس يواصل سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله حديثه حول هذا الموضوع. شكر النعمة أمر مطلوب، والله جل وعلا هو المنعم علينا بالفضل والإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. وشكر النعمة يؤذن بكثرتها وبقائها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا إخواني علينا أن نشكر الله على نعمه، وننظر هذه النعم التي نرفل فيها نعم عظيمة وخيرات كثيرة، فلنشكر الله عليها ولنسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا ويصلح شأنهم ويمدهم بالتوفيق والسداد ويعينهم على مهمتهم، إنه على كل شيء قدير. إلى هنا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي تحدث فيها سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله عن موضوع مهم وهو محاسبة النفس. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجيهات مع سماحة المفتي. أن العبد يجب أن يسعى فيما ينقذ نفسه من النار، وفيما يصلحها ويزكيها ويرفع شأنها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. توجيهات مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. إعداد جمعان بن ناصر الجمعان. تقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.